في الحقيقة إن الساعة 11 من يوم الثلاثاء بتاع البصخة هي ساعة مميزة جدا، وده بسبب حاجتين. أول حاجة إن إحنا في الساعة ديت في تسبيحة سوق تيجوم بنزود عبارة باسوتيرين أغاثوس، ومعناها مخلصي الصالح. وده بسبب إن في الإنجيل بتاع الساعة 11 في آخره بنلاقي إن المسيح لأول مرة بيعلن لتلاميذه إن الفصح بعد يومين وابن الإنسان هيسلم ليصلب، يعني بيعلن إن هو هيكون مخلص البشرية كلها. والحاجة التانية إن الكنيسة في الساعة 11 ديت بتحط لحن جميل قوي بنصليه، وهو لحن بيكس رومس. واللحن دوت هو من مزمور 45 اللي معناه كرسيك يا الله إلى ظهر الدهور، قضيب الاستقامة وقضيب ملكك. وبنلاقي إن اللحن دوت هزاته فعلا ماشية جدا مع الموضوع اللي احنا بنتناقش فيه في إنجيل اليوم أو إنجيل الساعة 11. هنلاقي إن إنجيل الساعة 11 من يوم الثلاثاء بيتكلم عن علامات المجيء التاني، وبيتكلم عن أمثال كلها في المجيء التاني، زي مثل الوزنات وزي مثل الخراف والجداء. فاللحن بيتكلم فعلا على نفس الفكرة ديت، وأكن اللحن في بدايته بنكون واقفين قدام عرش ربنا وخايفين جدا في المجيء التاني. فبنلاقي إن اللحن بتبدأ نغماته هادية ومخيفة جدا، لكن لما بنخش السماء وبنشوف جمالها بنلاقي قد ايه هي حلوة، فتبدأ نغمات اللحن في الآخر تعلى وأكننا فرحانين ومتهللين.